إليكم أبرز العناوين. فليك يباغت الجميع بثلاث حلول تكتيكية داخلية غير متوقعة لحل أزمة الدفاع. حالة قلق طبي داخل الكامب نو وحظر تدريبي على خليفة ديونغ قبل بداية الموسم. نجم هوفنهايم يعطل صفقة انضمامه للايبزيغ ويمهل البارسا فرصة حسم الصفقة. بعد تعاقد صفقة ألفاريز ديكو يعيد فتح ملف المهاجم المفضل لفليك في البريمير ليج. هجوم الإنجليزي حاد يفتح باب الجدل ضد ميسي بسبب أحداث نهائي كأس العالم، لكن قبل التفاصيل صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل الحصرية الموثوقة الصادرة عن الصحفي الإسباني الموثوق فرناندو بولو كشفت عن الخطط البديلة والمرنة التي وضعتها إدارة برشلونة بالتنسيق المباشر مع المدرب هانز فليك للحفاظ على صلابة وتوازن الخط الخلفي للبارسا في حال إتمام بيع المدافع الأوروغواياني رونالد أراخو وتعثر التعاقد مع بديل خارجي مناسب في الميركاتو. بولو أوضح أن المدافع الفرنسي جول كوندي يمثل الخيار الأول والأقوى والأكثر جاهزية لتعويض رحيل أراخو، وذلك عبر إعادته فورا لمركزه الأصلي في عمق الدفاع كقلب دفاع صريح، وهو المركز الذي يفضله اللاعب وتألق فيه سابقا، مما يوفر على الإدارة الكتالونية عناء الإنفاق الضخم على صفقات جديدة. التقرير أشار إلى أن مرونة إيريك غارسيا وقدرته العالية على المشاركة كظهير أيمن بانتظام تمنح فليك الأريحية الكاملة لنقل كوندي لعمق الدفاع دون إحداث أي خلل في الجبهة اليمنى، بالتوازي مع وجود أوراق شبابية واعدة تضغط لانتزاع الفرصة مثل هيكتور فورت وتشافي إسبارت للمداورة في مركز الظهير الأيمن طوال الموسم الجديد. الصحفي الإسباني الموثوق خافي ميغيل أزاح الستار عن حالة القلق الطبي الحذر التي تسود أروقة النادي الكتالوني عقب تعرض لاعب الوسط شاب مارك بيرنال لأعراض إجهاد عضلي نتج عنها حمل عضلي خفيف خلال الحصة التدريبية الأخيرة. التقرير أكد أن حالة بيرنال لا تدعو للقلق الشديد في الوقت الحالي، إلى أن الجهاز الطبي لبرشلونة قرر فورا عدم المجازفة باللاعب وإخضاعه لبرنامج تدريبي فردي خاص داخل صالة الألعاب الرياضية مع تقليل الأحمال البدنية كليا لحين تجاوزه المشكلة بصفة كاملة قبل العودة للتدريبات الجماعية. هذا النهج الصارم يرجع لرغبة النادي في حماية بيرنال من الوقوع في أي انتكاسة عضلية، خاصة بعد تعافيه مؤخرا من إصابة قطع الرباط الصليبي القوية التي تعرض لها عام 2024. وتزداد أهمية هذه الرعاية الطبية الفائقة بكون بيرنال الخيار الأول والأنسب بالنسبة لفليك لتعويض الغياب الطويل للنجم الهولندي فرانك ديونغ الذي سيبتعد عن الملاعب ل4 أشهر متواصلة جراء إصابة الركبة. ونصل الآن إلى القصة الثالثة السخينة والتي أزاحت الستار عن القرار المفاجئ الذي اتخذه مهاجم هوفنهايم بتأجيل توقيعه الرسمي مع ناديه الجديد تمسكا بحلم الكامب نو. صحيفة سبورت الكتالونية فجرت مفاجأة نارية في سوق الانتقالات الصيفية كاشفة عن طلب المهاجم الشاب فينسي كاسلاني نجم نادي هوفنهايم الألماني مهلة زمنية إضافية وتأجيل حسم انتقاله لنادي لايبزيغ رغم وجود وصول ومفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة للغاية، وذلك على أمل الحصول على الضوء الأخضر والتواصل الرسمي مع إدارة برشلونة والتي تعتبر خياره الأول والأكبر. التقرير أوضح أن إدارة خوان لابورتا وديكو تنظر إلى أسنال كخيار هجومي مميز ومرن يمنح فليك خيارات أكبر في المداورة أو كمهاجم بديل سواء تقرر رحيل فيران توريس أو استمراره مع الفريق. وأشار التقرير إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أسلاني والبالغة 29 مليون يورو لا تمثل عائقا ماليا أمام البارسا، حيث تسعى الإدارة الكتالونية للتفاوض مع هوفنهايم لتخفيض المبلغ إلى ما دون الشرط الجزائي، بينما يواصل أسنان الصبر والانتظار لرؤية مدى جدية تحركات البارسا قبل اتخاذ قراره النهائي. ومن قرار أسلاني بالانتظار نذهب فورا للمفاوضات الهجومية المعقدة والتحرك الجديد الذي يقوده المدرب الرياضي ديوكو لضم القناص المفضل لدى هينز فليك في الدوري الإنجليزي الممتاز. صحيفة الناسيونال الإسبانية أزاحت الستار عن تحول استراتيجي في تحركات برشلونة الصيفية عقب اقتناص
التام بصعوبة حسم صفقة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بسبب تعنت إدارة أتلتيكو مدريد ورفضها التفاوض. التقرير كشف أن المدير الرياضي ديكو قرر إعادة فتح قنوات التواصل المباشر لبحث إمكانية ضم المهاجم الشاب الفرنسي إلي جونيور كروبي نجم نادي بورتموث الإنجليزي، والذي يمثل الخيار المفضل والهدف الأول بالنسبة للمدرب هانز فليك. فليك يرى أن كروبي صاحب 20 سنة والذي سجل 13 هدفا خلال 33 مباراة بالبريمير ليج يمتلك المرونة التكتيكية والسرعة والقدرة على التحرك خارج منطقة الجزاء وبناء الهجمات، مما يجعله الخيار الأنسب والبديل المثالي المستقبلي لروبرت ليفاندوفسكي. ورغم تمسك بورتموند باللاعب إلا أن البرسا يحاول التوصل لصيغة مالية مناسبة تجمع بين الجدوى الرياضية والاقتصادية لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم. ونصل الآن للقصة الخامسة والأخيرة والمفاجأة المدوية التي شغلت وسائل الإعلام العالمية، متمثلة في الهجوم الحاد والاتهامات الجديدة التي وجهها الإعلام الإنجليزي بارز للأسطورة ليونيل ميسي عقب نهائي المونديال. المحلل الرياضي الإنجليزي الشهير توني كاراسكيرو شن هجوما ناريا ضد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وقائد الإنتر ميامي ليونيل ميسي بسبب موقفه وصمته التام تجاه تصرفات زملائه في منتخب الأرجنتين عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام المنتخب الإسباني بهدف نظيف. كاسكارينو شدد خلال تصريحاته على أن ميسي يمثل قدوة كروية عالمية للملايين، وكان يتوجب عليه الخروج بعلن وانتقاد التدخلات العنيفة والسلوكيات غير المسؤولية التي بدرت من لاعب التانغو ضد لاعب إسبانيا طوال المباراة. وعقب نهايتها المحلل الإنجليزي أشار إلى أن ميسي اكتفى بتوجه الشكر للجماهير واللاعبين دون الاعتذار عن التجاوزات التي أضرت بصورة المنتخب الأرجنتيني وبصورته الشخصية كرمز للعبة، فتحا بابا واسعا من الجدل والتباين بين المتابعين حول ما إذا كان ميسي يعتمد على عامل الوقت لنسيان الحادثة أم أنه سيخرج ببيان توضيحي لاحق. سؤالنا لكم يا عشاق البلوغرانا وجماهيرنا العظيمة قبل الختام: بعد خطة فليك لإعادة كوندي لعمق الدفاع وفتح ملف كروبي كبديل لألفاريز، هل تؤيدون بيع أراخو والاعتماد على كوندي وإيريك غارسيا مع ضم كروبي وأصلاني، أم ترون بقاء أراخو ضرورة لا غنى عنها؟ شاركونا آراءكم القيمة وتوقعاتكم التكتيكية والرياضية الشاملة بكل صراحة ووضوح في خانة التعليقات المخصصة أسفل هذا الفيديو. بدأنا من بدلاء أراخو الثلاثة وخطة فليك بخصوص كوندي وغارسيا، مرورا بالحظر التدريبي والبرنامج الخاص لبيرنال لتعويض ديونغ، وتأجيل أصلاني لعرض لايبزيغ من أجل البارسا، وتوجه ديكو لضم كروبي بديل ألفاريز، وختاما بهجوم كاراسكينو ضد ميسي عقب نهائي كأس العالم. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كافة الأخبار والكواليس المشتعلة فور حدودها. إلى اللقاء يا ملوك الكاتالونيا.